السر الحقيقي وراء بكاء رونالدو وميسي ونيمار بعد كل إقصاء من كأس العالم، الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد. في كل كأس عالم هناك مشهد يتكرر بطريقة غريبة جدا، كريستيانو رونالدو يبكي وليونيل ميسي يبكي ونيمار أيضا يذرف الدموع، لكن السؤال الحقيقي الذي يحير ملايين الجماهير حول العالم هو هل يكون فقط لأن منتخباتهم قد غادرت كأس العالم؟ الحقيقة الجواب أعمق بكثير مما يعتقد معظم الناس. في هذا الفيديو سأكشف لك السبب الحقيقي الذي يجعل الأساطير وأفضل اللاعبين في العالم يبكون أثناء مغادرتهم البطولة، ولماذا تختلف دموعهم عن دموع أي لاعب آخر. أي لاعب يحزن عندما يخسر، لكن الأساطير لا يكون بسبب الهزيمة وحدها، هم يكون لأنهم يعلمون أنهم كانوا قادرين على الوصول إلى المجد. الفرق بين اللاعب العادي والأسطورة أن الأسطورة يدخل البطولة وهو مؤمن بأنه يستطيع الفوز بها، وعندما يخرج يشعر بأن الحلم كان قريبا جدا ثم اختفى بلحظة واحدة، ولهذا ترى دموعهم مختلفة، ليست دموع خسارة مباراة بل دموع حلم عاشوا من أجله سنوات طويلة. الفصل الثاني، عندما يكون اللاعب أكبر من إمكانيات فريقه، وهنا نصل إلى النقطة التي يختلف حولها الكثير من الجماهير. يرى الكثير من المشجعين أن بعض الأساطير لم يكونوا هم المشكلة، بل كانت المشكلة أن منتخباتهم لم تستطع مجاراتهم في اللحظات الحاسمة. خذ كريستيانو رونالدو مثلا، رونالدو سجل وقائع وحطم أرقام قياسية مع البرتغال، لكن في بعض النسخ لم يظهر بقية الفريق بالمستوى الذي كان يحتاجه لتحقيق اللقب. أما نيمار فالكثير يرى أن جيله في البرازيل لم يصل إلى قوة الأجيال التاريخية التي لعب فيها رونالدو ورونالدينيو وريفالدو. أما ميسي فقد عاش سنوات طويلة وهو يقترب من كأس العالم ثم يخسر، خسر نهائي 2014 وخسر نهائيين في كوب أمريكا، حتى جاء عام 2022 حين أصبح المنتخب الأرجنتيني أكثر توازنا وتمكن أخيرا من تحقيق اللقب. لكن من المهم أيضا أن نتذكر أن كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن اختزال الفوز أو الخسارة في لاعب واحد أو في زملائه فقط، فالمدرب، الخصم، والظروف داخل البطولة كلها عوامل تؤثر. لماذا يبكي الأساطير أكثر من غيرهم؟ لأنهم يعرفون قيمة الفرصة، كل كأس عالم قد يكون الأخير، تعني أن العمر يمر بسرعة. الأسطورة يعلم أنه ربما لن يحصل على فرصة أخرى، ولهذا لا يبكي لأنه خسر مباراة فقط، بل لأنه قد يكون ودع أعظم حلم في مسيرته. الخاتمة، لهذا عندما ترى رونالدو أو ميسي أو نيمار يبكون لا تنظر إلى الدموع فقط، بل تنظر إلى السنوات التي سبقت، سنوات من العمر والتضحيات والضغوط والأحلام. فالأساطير لا يكون لأنهم لا يتحملون الهزيمة، بل لأنهم يعرفون تماما أن المجد كان قريبا ثم ضاع أمام أعينهم. والآن جاء دورك، برأيك أي أسطورة ظلمها منتخبها أكثر، كريستيانو رونالدو أم نيمار؟ أم ترى أن لكل لاعب نصيبه في المسؤولية؟ اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك، لأن الفيديو القادم سيكشف قصة رياضية لا يعرفها إلا القليل.